مفاجآت جديدة وصادمة لطلاق الكابتن حسام حسن من زوجته الأولى أم أبنائه الأربعة 3 بنات وولد، السيدة هويدا الغرباوي، اللي أعلن رسميا طلاقه منها بعد خناقة الساحل اللي كانت ما بين زوجته الأولى وما بين زوجته التانية. الحقيقة يا جماعة الخناقة ما كانتش بين زوجته الأولى وزوجته التانية، لا ده الخناقة كانت ما بين بنته يارا الكبيرة واخواتها انضموا ليها مع زوجته التانية، وهو ده سبب الخلاف. امهم ملهاش اي دخل بالموضوع ده، لكن طبعا بعد ما حصل الخلاف ما بينهم وحصل لها اللي هي زوجته التانية الانهيار العصبي زي هي ما بتقول، قالت له يا انا يا هي، يا انا ابقى على ذمتك يا هي تبقى على ذمتك، احنا الاتنين ما نجتمعش مع بعض، يا تطلقني يا تطلقها. طبعا قال لها لا انت حبيبتي، انت قلبي، انت روحي، انت حياتي، انت جزمتك على دماغي، هي اللي تتطلق. عشرة 30 سنة أم الأبناء الأربعة، السيدة المحترمة الوقورة اللي محدش كان بيسمع لها حس ولا كان حتى يعرف صورتها، تم طلاقها رسميا بسبب زوجته التانية. زوجته التانية قالت له يا انا يا هي ما انتش هتدخل الأوضة ولا هتنام جنبي على سرير واحد إلا ما تطلق أم ولادك، مراتك الأولانية بعد ولادك ما بهدلوني وفضحتي بقت على مواقع التواصل الاجتماعي، هتطلقها يعني هتطلقها. كانت بتظهر في كل المواقع الإعلامية وفي البرامج ومع منى الشاذلي وتقول أنا زوجته الوحيدة، أنا اللي على ذمته، هو مطلق مراته الأولانية، أنا الوحيدة ملكش غير يا حسام، والكلام الفارغ اللي هي بتطلع تقوله، واتضح إنه كله كلام كذب. حتى كان بيبقى باصص في الأرض وما بيردش ويقول لها انتي كدابة، أنا ما طلقتهاش، ما زالت على ذمتي. لا كان بيسكت وما كانش بيتنلها كلمة، زي ما يكون زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق، زي ما تكون كسر عينه. وبالفعل هو قالت له كده، قام ايه متصل بولاده ومتصل بزوجته الاولى وقال لها انت كده خلاص، ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها بالذوق كده نروح ونخلص اجراءات الطلاق علشان الطلاق يبقى رسمي. قامت الست المحترمة قالت له خلاص، انا اصلا استحملت في ال10 سنين اللي فاتوا فوق اكتر من طاقتي، ضغوط ومكايد من الزوجة التانية، الست استحملت، وكان كل ده في سبيل ان هي تحافظ على اسرتها وعلى ولادها وعلى كيانها الاجتماعي، لانها مش واحدة بسيطة، لا ده ليها المجتمع بتاعها، ليها قرايبها وليها اصدقائها وليها جيرانها وليها معارفها وليها الجمهور اللي يعرف الكابتن حسام حسن. فالست كانت مستحملة كل الكيد وكل البلاوي اللي كانت بتظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، الله يكون في عونها. حاجات تجيب المرض المخفي، تجيب القلب، تجيب السكر، تجيب الضغط. الست استحملت ال10 سنين الاخرانيين وما اتكلمتش ومحدش سمع لها صوت، ولا كتبت بوست على صفحتها وردت، ولا لقحت كلام زي ما بنسمع. الست كان عندها انضباط غير عادي، ومع ذلك كل ده ضاع في ثانية وقرر ان هو يطلقها. قامت الست قالت له ايه، طبعا هم اول ما اتجوزوا كان في مؤخر صداق، نقول مثلا كان ايه 100,000 جنيه، خلاص في وقتها طبعا كان مبلغ كبير، واكيد هو برضو كان لاعب في النادي الاهلي وكان له حيثيته، فكان مثلا مؤخرها 100,000 جنيه. فقالت له لا، لو تمت اجراءات الطلاق انا مش هاخد 100,000 جنيه، انت تديني 5 مليون جنيه، لان هو وضعه المادي دلوقتي ما شاء الله كويس، واحنا كلنا عارفين يعني بيتقاضى ايه ودخله ايه. فالكابتن حسام حسن رفض، فهي قالت له خلاص انا مش هروح معاك ومش هعمل معاك اجراءات الطلاق، روح بقى انت لوحدك. راح فعلا هو واخوه حسام، لا الكابتن حسام راح مع اخوه ابراهيم، وراحوا طبعا فين، هما في الساحل الشمالي، لفوا على المأذونين اللي موجودين في اسكندرية، مأذون والتاني والتالت والرابع، لان في مصدر مقرب من الكابتن حسام حسن قال ان هو راح ل4 مأذونين في اسكندرية، لكنهم رفضوا ان هم يجروا اجراءات الطلاق. ليه بقى يا جماعة؟ لان في حاجة في القانون بتقول ان اجراءات الطلاق تتم في مكتب مأذون يكون تابع للمحافظة
اللي السيدة مقيمة فيها، محل إقامتها فيها، ويكون تم فيها الزواج. وفعلا هي مقيمة في محافظة القاهرة، مقر إقامتها محافظة القاهرة. فيعمل إيه؟ ساب الساحل الشمالي وخد أخوه التوأم إبراهيم ونزلوا على مكتب مأذون موجود في القاهرة، وفعلا عملوا إجراءات الطلاق وطلقها رسميا. الست على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا كل وسائل الإعلام والصفحات والمواقع بيكلموها، قولي لنا حاجة. الست قالت أنا هلتزم الصمت لأني هحافظ على إيه؟ عشرة 30 سنة. أنا مش هتكلم عن أي حاجة ولا هقول أي أسرار عن حياتي معاه اللي امتدت 30 عام. يعني باع 30 سنة في ثانية كده على خناقة هي ما كانتش موجودة فيها. وأعتقد إن التانية اللي هي الزوجة التانية هي اللي كانت متسببة فيها، لأن هي اللي ممكن تكون اتحرشت ببنته، اتحرشت بيها يعني لفظين، قالت لها كلمة كده ولا كده، خبطتها، زقتها، أهنتها. فطبعا البنت مش خرجت عن شعورها لأنها أصلا مكبوتة، هم شايلين كتير وبيفوتوا، والست كيداهم، الست كيداهم بطرق بيئة وشعبية وصوت وحش، نشاز، صوتها نشاز وبتتكلم صوتها كده مش جميل على الأذن، صوتها نشاز يضايق لما تسمعها وهي بتتكلم، تتضايق. عندها الأنا والنرجسية، شايفة نفسها أجمل واحدة في الدنيا ومش مكتفية بكده. يعني هو معاها وبينفذ لها رغبتها وبيديها الفلوس اللي هي عايزاها وبيقضي وقته معاها وبيظهر معاها في الإعلام، وكأن التانية ملهاش وجود، على الرغم إنه اتضح بعد كده إن هي كانت على عصمته وما بيردش عنها ولا عن غيبتها أي إساءة، مع إن هي أم الأولاد الكبار، لها مكانتها، لازم حتى لو في بينه وما بينها خلاف أو زعل يحفظ لها كرامتها، لأن كرامتها من كرامة أولاده الأربعة الكبار اللي معروفين في وسط المجتمع كله وفي وسط الجمهور كله. ما يصحش إن مامتهم تتعرض لإساءة ووالدهم يسكت كده ويطاطي ويبص في الأرض. تمام يا جماعة؟ ومع ذلك خلاص نفذ كلام الزوجة التانية. هي تقريبا عندها عقدة نقص، عايزة تقول للناس أنا أحلى، أنا أجمل، أنا ست جميلة. حبيبتي انت مش جميلة ولا حاجة، انت معدية ال40 وبدأت علامات السن تبان عليكي، وحبان عليكي أكتر وأكتر الفترات اللي جاية. وانت عايزة تثبتي للناس إيه؟ هو انت ليك غيري يا حسام؟ ايه الصوت ده؟ هو ايه اللي انت ليك غير؟ ولو ليه غيرك يعني ايه؟ انت هتعملي له ايه يعني؟ حاجه غريبه قوي. هو اي واحد متجوز واحده له ايه؟ ما انت متجوزاه على مراته، متجوزاه واخده واحد من مراته، انت رحتي سلمتي عليه وهو متزوج وعنده اولاد ولفتي إيه ورميتي شباكك عليه. يعني ده اسلوب مش كويس، مش حلو. ما هو ممكن برضه يقابل واحدة تانية وانتي متجوزة بعد مراته الأولانية. اللي بيتجوز مرة والتانية بيتجوز التالتة والرابعة عادي جدا. ممكن تقابله بنت بقى أصغر وأجمل وألطف وصوتها كمان يكون جميل على الأذن كده، وتكلموا وتسحروا وتكلموا كده بالتليفون وتاخدوا منك وتطلع بقى على الموقع التواصل الاجتماعي. هو انت ليك غير يا حسام؟ وانت موجودة على ذمته مالكيش أي اعتبار. ما هيعمل معاكي نفس الحكاية. هي الدنيا بتلف وبتدور عادي جدا. ايه بقى اللي انت بتعمليه ده؟ ومطلعه المحامي؟ لا ده كان مطلقها ودلوقتي الطلاق رسمي. اللي كان مطلقها يعني كان مطلقها بينه وما بينها شفهيا وقدام الناس، لا ودلوقتي بقى رسمي. عيب الكلام دوت، عيب. بطلي اساءه ليها بقى، بطلي اساءه ليها. هي عملت لك حاجه؟ الست ما بتردش عليكي نهائي. ده عمره ما حصل، ما حصلش غير من 2 بس، زوجة كريم عبد العزيز وزوجة الكابتن حسام الأولانية هويدا الغرباوي بس. غير كده أي حد لا يمكن يسكت على الإهانة ولا على الكيد ولا حتى يرد بتلميحات، حتى بوست كده صورة كده بتاع كده ما بيردوش عليكي. ايه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خليها كده. وفي الآخر ايه؟ هي ممكن تجيب له أزمة قلبية ويموت وتورثه وتروح تتجوز عيل صغير عادي جدا يا كابتن حسام. ده تروح تتجوز واحد غيرك وتطلع معاه على البرامج ويبهدلها ويذلها، والدنيا دوره. والافلام دي احنا حفظناها خلاص، الدنيا بقت كلها زي الافلام خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله.